هو ايه اللي خلى الدولار يزيد بالشكل ده؟ اتفرج لحد الاخر عشان المفاجأة هتصدمك. فاكر الفيديو بتاع الاموال الساخنة؟ لو مش فاكر تعالى اقول لك يعني ايه اموال ساخنة. بالبلدي كده يا صديقي، الاموال الساخنة دي معناها الفلوس او الاستثمارات اللي بتخش البلد عشان تستثمر في اسواق المال، تستثمر في الاسهم في البورصة المصرية، بتستثمر في ادوات الدين الحكومي، او بتتحط ودائع في البنوك. اموال ساخنة من الاخر، الفلوس دي ما تمش بيها شراء اصول حقيقية، لكن كل اللي تم شراء بيها اوراق مالية فقط لا غير. طب وايه الضرر من كده؟ من الاخر ممكن الفلوس دي كلها تختفي بين يوم وليلة. زي ببساطة واحد حاطط عندك قرشين وديعة، هوب في لحظة سحبهم وخرج بره البلد. او واحد شاري اذون خزانة مدتها شهر او 3 شهور، واحد اشترى سهم امبارح جاب فيه 20%، فقرر النهاردة ان هو يسحب فلوسه من البورصة. على كده الاموال الساخنة دي حاجة وحشة اوي. في الحقيقة الاموال الساخنة بتوفر لك سيولة دولارية جوه البلد بسرعة في وقت احتياج حضرتك محتاجه، وبالتالي فهي مفيدة جدا في وقت الأزمات. لكن الكارثة الحقيقية وقت ما الناس دي تقرر تسيب البلد وتخلع. من الآخر الفلوس دي ممكن في لحظة تختفي. عشان كده حاجة وحشة أوي إنك أنت تعتمد على الأموال الساخنة بشكل رئيسي كمصدر دخل ليك بالعملة الأجنبية. في الوقت اللي احنا فيه حاليا، احنا المشكلة إن احنا محتاجين فعلا عملة أجنبية. مصادر رئيسية للدخل قلت بنسبة كبيرة. حتى الناس اللي كانوا حاطين فلوسهم أموال ساخنة بين يوم وليلة سحبوا ربع فلوسهم. بس في الحقيقة رئيس مجلس الوزراء قال لنا إن اللي اتسحب فقط 8%. 8% خلوا الدولار يزيد تقريبا بنسبة من 5 ل7%. فتفتكر لو الفلوس دي كلها طارت بين يوم وليلة ممكن تعمل فينا ايه؟ ملخص الموضوع، لو بتسأل الدولار زاد ليه اليومين اللي فاتوا، عشان في دولارات كتير اتسحبت من البلد، وهي الأموال الساخنة. الناس ما سحبوهاش عشان يوقعونا. ده مستثمر حاطط فلوسه في أسواق مال، هوب بين يوم وليلة أسواق المال كلها ابتدت تخش على مرحلة ركود. في أسواق كتير بتقع وأسواق عالمية ضخمة، فالراجل خايف على فلوسه راح ساحبها من عندك. المشكلة الحقيقية مش ان هو سحب الفلوس دي من عندك، المشكلة الحقيقية انك انت معتمد على الفلوس دي بشكل اساسي اكتر من اللي نحلها ازاي. ندور على استثمارات حقيقية، مش مجرد اموال ساخنة بتخش تستثمر في اسواق المال وبين يوم وليلة تاخد بعضها وتطير. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل فولو ولايك وشير. استناني الفيديو الجاي.